اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا يا حبيبي بقى، عايزين تعملوا فرخة مشوية طعمها حلو جدا جدا. تاخدي منها احلى حتة فرخة لحمة كده، شايفة ما شاء الله عليها بيضة وطرية وطعمها حلو جدا جدا بجد. حتة فرخة يعني، ومحشية بقى بصل وفلفل، والبصل والفلفل ده بقى مخلي طعم الفرخة تحفة كده بجد. ومستوية زي ما انت شايفة كده، دايبة دوب من كتر السوا، وطعمها تحفة تحفة كده. وتحتها بقى بطاطس كده وخضار، طعمه حلو جدا جدا بتتبيلة بجد. جربوها هتعجبكم جدا اوي اوي. شايفة البطاطس بقى مستوية خالص خالص، وطعمها بجد حلو اوي اوي. اول حاجة معانا بصلاية كده، مية بصل وخل، معلقة خل ومعلقة صويا صوص. واللي حطيته في الاول ديت نص كوباية كده لبن رايب، او لو عندك زبادي، ومعلقة زيت زيتون. وهعصر كده عصرة ليمونة، ودي طماطمية كده مبشورة. نص معلقة فلفل اسمر، ومعلقة بابريكا صغيرة، وبهارات فراخ وبصل وتوم باودر وسبع بهارات. كل دي معالق صغيرة. اهم حاجة لو عندك زبادي حطي زبادية، وملح طبعا. لو ما عندكيش زبادي حطي لبن رايب زي ما انا كنت حاطه كده. هقلبي بقى التتبيله الجميله ديت كلها كده مع بعضها. التتبيله دي حلوه جدا جدا، بتخلي طعم الفرخه بجد في حته تانية خالص. الفرخه بتاعتك بقى تكون مغسوله كده ومنقوعه كويس قوي، وتجيبها بقى كده تفتحيها كده من كل حته، تورزها كده يعني بالسكينه كده عشان تشرب التتبيله كويس، وتبقى غرقانة كده بالتتبيلة من تحت الجلد كده، والصدر والورك وكل مكان فيها. وهتحطها بقى فيها وتشربها بقى كده بالتتبيلة دي كويس اوي اوي. يعني اهم حاجة كده بقى تتبلي الفرخة كويس خالص علشان تبقى شاربة من التتبيلة كده. وبجد بقى التتبيلة دي حلوة اوي اوي اوي، بتخلي الفرخة كده لحمتها طرية جدا جدا، وطعمها حلو اوي اوي. من احلى التتبيلات اللي ممكن تعملي بها فراخ مشوية بجد حلوة جدا جدا. وريحتها كده بتكون جايبالك اللي في اخر الشارع، وطعمها حلو قوي. يا رب تجربوها ان شاء الله يا حبايبي وتعجبكم. اللي يوصل لهنا بقى يا حبايبي ما ينساش اللايك لو الفيديو عجبه، ولو اول مرة يشوف القناة يشرفنا ونورنا بالاشتراك في القناة. شكرا اول كل حبايبي وكل متابعيني، يا رب يخليهم لي يا رب، ودومهم نعمة في حياتي. متحرمش منهم ابدا ابدا. زي ما انت شايفه كده بقى، بتقلبي الفرخه كده شمال ويمين، وبتتبليها كويس جدا جدا، وبتسيبها بقى. يا ريت يعني لو قبلها بليله او ساعتين ثلاثه لو ما عندكيش وقت. لازم تسيبها في التتبيله دي فتره يعني. بعد كده بقى هتقطعي كده بصلتين جوانح كده زي ما انت شايفه، رقيقه خالص يعني. وكل ما بتقدري ان انت تخلي تقطيع البصل رقيق وبيكون احسن. وبعد ما بتقطعيه بقى بتفككيه من بعض كده. بتحطي عليه نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر، وبتفككيه خالص. وبرده شطه بقى كده بتقطعها زي ما انت شايفه كده برده جوانح. الحشوه دي حلوه جدا جدا، بتخلي طعم الفراخ في حته تانية خالص. حتى كده العظم بتاعه يعني عظم الفرخة نفسه بيبقى طعمه حلو قوي قوي، متبل بقى من مع البصل والفلفل ده، وطعمه حلو جدا. وممكن برضو تعملها كده لو عندك بطاية برضو تحشيها بنفس الحشوة دي. وتحطها برضو بتبقى حلوة قوي قوي. وبرضو حطيت كمان نص معلقة كده ملح وكمون وفلفل على البصل والفلفل دول. وبجيب بقى الفرخة بتحشيها بقى كلها كويس قوي كده. تحشي الفرخة بقى من جوه، وتحشيها من تحت الجلد، ما تكتريش عشان الجلد ما يفرقعش. وبتحط بقى في الورك من هنا ومن هنا كده. بجد فرخة حلوة جدا. ومناسبة يعني مناسبة لرمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين وللعزومات وكده. زي ما انت شايفة كده ما تكتريش تحت الجلد، لان لو كترت تحت الجلد من فوق الفرخة الجلد بتفتح. اما نحط كده حاجة بسيطة. وكمان التتبيلة دي بتاكليها بقى كده برضو مع الفراخ، بتبقى حلوة وطعمها جميل قوي يعني، اكيد شكلها بيقول. وعلشان بقى الفرخة ما تتفتحش بتقفلها كويس كده بأعياد الكفتة دي او الشيش طاووق دي، او انت مثلا عندكيش ربطيها كده بالخيط.
المهم يعني تربطي الفرخة كويس علشان ما تتفتحش. تعالوا بقى نعمل شوية خضار اللي بيبقوا زي السكر تحت الفرخة دول، بجد طعمهم بيبقى رهيب يعني. حقيقي طعمهم بيبقى حلو اوي اوي. فلفل بقى وشطة برضو، وبطاطس وجزر، قطعوهم مكعبات كده ورصهم في الصينية اللي هتدخلها الفرن تحت الفرخة. بتتبلهم برضو بملح وفلفل وكمون وكزبرة، وبتقلبيهم بقى كده، وبتنزلي بقى عليهم برضو دي البصل والفلفل اللي كان فاض من الحشوة بتاعة الفرخة، وبتنزلي بهم كده. وبعدين بتحط بقى حاجة الفرخة، الرجول والحاجات دي، وتحط الفرخة بقى فوق الخضار ده كله كده، وتنزلي ببقية التتبيلة بتاعتك الجميلة دي. بتخلي طعم الخضار حلو قوي قوي قوي. وغطيها بقى بحاجة محكمة كويس قوي، وحط بقى الشواية في نص الفرن، ما تقربهاش للنار من تحت، وولعي برضو نار وسط كده. وسيبيها بقى على نار يعني وسط كده، تستوي براحتها خالص خالص. واهم حاجه ما تقربهاش للنار، يعني حط الصينيه في نص الفرن كده عشان تستوي على البخار كده. وبعد ما طلعت اهي مستويه جدا جدا، بتدهنها كده من الصوص اللي نزل الاحمر دي، وبتحطها بقى تحت الشوايه، بتاخد اللون بتاعها الجميل. وبتطلع بقى باللون الجميل دي. متنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي، وتدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم في الكومنتات. وشكرا أوي لكم من وقتكم ومشاهدتكم للفيديو. لو الفيديو عجبكم بقى ما تبخلوش علينا باللايك، واللي أول مرة يشوف القناة ياريت يشترك، ولو حد جرب الفرخة بالطريقة دي وعجبته ياريت يقولي. شكرا يا حبايبي لوقتكم، ومع السلامة، اشوفكم الفيديو الجاي.